إلى مخلفات الجولة 25 من الثاني هواة، نفذ ترجي مستغانم على ضيفه وداد بوفريك بهدف دون رد، سجل من ركلة جزاء نفذها اللاعب فؤاد غانم في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ليضمن الترجي مكانته بصدارة القسم الثاني هواة مجموعة وسط غرب، وبفارق 5 نقاط عن ملاحقه رائد القبة. التغطية لشريف مخلوف. اليوم 3 نقاط ثمينة ندعموا بها الرصيد تاعنا في سباق الصعود. نظن بأنه لعبنا اليوم مباراة قوية جدا من فريق خصم قوي وعنيد جدا. الأداء تاعو اليوم لا يعكس تماما المكان اللي راه فيها، لا يستحق أن يلعب على البقاء. حقيقة أن فريق تاع وداد بوفريك أدى لقاء في القمة اليوم ضدنا. نباركوا للترجي مستغانم هذا الفوز. أنا نشوف باللي ما يستاهلش ترجي مستغانم بالامكانيات اللي عنده باللاعبين اللي عنده، ما يستاهلش باش زعما تعاونوا ولا مرتبه اللي يحتلها عن جداره نهنئوه. وحنا ثاني مازال عندنا مقابلات مصيريه في ملعبنا، ان شاء الله نعاودوا كما نقولوا حنا نلموا اللاعبين ونعاودوا نتموتيفاو ان شاء الله.